السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من توازن الأطفال من وعي الوالدين. أنا نرجس المذنب، واليوم غادي نهضروا على التواصل وسط العائلة اللي هو الأساس باش نفهموا ونساندوا ولادنا. علاش هذا التواصل مهم؟ حيث كيقوي روابط الحنان والثقة، وكيمكننا نكتشفوا أي مشكلة قبل ما تكبر، وكيحس الولد أنه مسموع وعنده مكان آمن يهضر فيه براحته. كيفاش نديروا تواصل ناجح؟ أولا توفر، نجلسوا معاهم نسمعوهم بلا مقاطعة ولا حكم. ثانيا نطرحوا أسئلة مفتوحة بحال كيف داز نهارك، أو شنو كيقلقك هاد الأيام. ثالثا نصايبوا لحظات مخصصة، نديروا عشاء جماعي أو خرجة نوظفوها للدردشة. مثال، إلا بان أن ولدك ما كيشاركش بزاف، بداي انتي وحكي ليه على نهارك، يقدر يحس بالأمان ويتشجع ويهضر. التواصل المفتوح هو سر الدفء العائلي، ويخلي ولدي مطمئن أنه يقدر يتكلم على أي حاجة. شكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم قريبا في توازن الأطفال من وعي الوالدين.